كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الحاسبات وعلوم البيانات أو كلية تكنولوجيا المعلومات أو كلية علوم الحاسب. لو أنت مهتم إنك تعرف كل حاجة عن كلية الحاسبات والمعلومات أو كمبيوتر ساينس، كمل الفيديو ده للآخر لأن إن شاء الله كل سؤال ممكن يكون موجود في بالك هيتم إجابته في الفيديو ده وأكتر كمان بكتير. هنتكلم عن كل حاجة تخطر على بالك عن الكلية، هنتكلم على طبيعة الدراسة، هنتكلم على المواد، هنتكلم على طبيعة الشغل بعد التخرج إن شاء الله، هنتكلم برضو على الأقسام، هنتكلم عن حاجات كتير جدا. فلو أنت مهتم إنك تعرف كل حاجة عن الكلية دي دلوقتي ممكن تعمل سيف للفيديو ده وما تنساش تبعت الفيديو لصاحبك او قريبك اللي مهتم انه يعرف كل حاجه عن كليه الحاسبات. اولا الف مبروك النجاح في الثانويه العامه، الف مبروك والحمد لله ان ربنا كرمك خلاص وطلعت منها على خير. وان شاء الله المرحله الجايه مرحله تانية خالص، مرحله ممتعه اكتر. المذاكره في الجامعه بتكون ممتعه جدا غير الثانويه تماما، يعني المذاكره بتكون مرنه شويه، بتكون براحتك، مفيش قيود وخلاص انت ضمنت مستقبلك وضمنت الكليه بتاعتك، فدماغك بتكون اريح شويه في المذاكره. كليه الحاسبات والمعلومات هي عباره عن 4 سنين وده اللي بيميزها عن كليه هندسه. كليه هندسه هي عباره عن 5 سنين، بيكون في سنه زياده اللي هي السنه الاعداديه. فلو انت حد حابب البرمجه والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحاجات دي كلها، يفضل طبعا ان انت تدخل كليه الحاسبات والمعلومات لان انت بتوفر على نفسك سنه. والسنه اللي انت بتوفرها دي ممكن بقى تعمل فيها حاجات كتير جدا، ممكن تاخد كورسات، ممكن تتعلم في البيت، تتعلم لغه، تتعلم حاجات، تاخد تدريب في شركه، ممكن اصلا تشتغل تخلص سنه